الحاجه اللي بعد كده هنعرف بقى ايه هي عناصر الجرافيك ديزاين. زي ما قلنا كده احنا بنشرح حاجات اساسيات لازم نكون عارفينها كجرافيك ديزاينر قبل ما اكون مؤدي او قبل ما اكون حد بيتعلم التولز والادوات واستخدمها. وحتى الذكاء الاصطناعي اللي احنا هنشرحه بعد شويه ونشوف التقنيات اللي موجوده فيه، كمان لازم اكون عارف البرنسبلز او الاساسيات والمبادئ بتاعه التصميم. وكمان اعرف ايه هي الاليمنتس والعناصر اللي انا بعمل بيها الديزاين. اول حاجه طبعا الخطوط، اللاينز. هو طبعا الخط سواء خط مستقيم او منحني او كده، هو بيكون مسار ما بين نقطتين، بيكون عندي 2 بوينتس انا بوصل ما بينهم بخط. فده من اهم العناصر اللي بستخدمها في الديزاين، اللي هو اللاينز دي اللي بقدر ارسم بيها ديزاين معين. بقدر ممكن استخدمها في فيجوال عندي في الديزاين، بقدر استخدم الخطوط. فعندي بقى الخط المستقيم اللي بيدي ايحاء بالسرعه والنشاط، وسمك الخط هو العامل الاساسي اللي بيظهر قوته وثباته. كل ما كان سمك الخط اكبر كل ما بيدي قوه وثبات للعنصر ده. فده اول عنصر بالنسبه لنا بنستخدمه في الديزاين، وهو اللاينز. ايا كان المعلومات دي لو جديده بالنسبه لك فانت هتستفيد منها، وحتى لو انت عارفها قبل كده وسمعتها قبل كده فانت برضه هتستفيد منها. الخطوط دايما بتستخدم ان انا برضه اوجه عين المتلقي او المشاهد بتاعي لنقطه معينه. انا عايز في فوكال بوينت كده، فوكال بوينت انا عايزه يركز عليها، فبوجهه عن طريق خطوط وهميه عايزك تركز على النقطه دي. فده استخدام للخطوط او استخدام للاليمنتس ديت اللي هو الخطوط في ان انا اوجه عين المتلقي لنقطه معينه. الخط المستقيم الرأسي، سواء الخط بيبقى فيرتيكال او هوريزونتال او خط مائل، ده برضو ليه استخدامات. كل خط او كل اتجاه للخط ده ليه استخدام معين بستخدمه على حسب الديزاين بتاعي. طبعا الكيرفتج او الخطوط المنحنيه اللي بتديني ايحاء برضو بالسرعه والانسيابيه والشكل الجمالي، فانا برضو بقدر استخدم الخطوط الانسيابيه في ان انا اظهر حاجه معينه او اظهر شكل جمالي للديزاين بتاعي. الخطوط المنكسره طبعا اللي هي بتبقى عباره عن زجزاج او خطوط كده منكسره مثلا او فيها انحناءات او كده، بتدي انطباع برضو بالقوه والمتانه. بعد كده قلنا الاشكال، ده الاليمنتس الثانيه او العناصر التانية من عناصر التصميم، وهي الشيبس، الاشكال دي بقى ممكن تبقى عبارة عن مربعات او مستطيلات او مثلثات او دوائر. ده شكل، دي الاشكال المتعارف عليها. الاشكال الهندسية اللي بتكون عبارة عن اشكال معروف انها ليها زوايا او ليها انحناءات معينة، فدي اشكال هندسية معروفة متعارف عليها وكلنا عارفين. دي برضو بقدر استخدمها في التصميم، ممكن استخدم مربع، ممكن استخدم مستطيل، مثلث، دايرة، ايا كان. الحاجة اللي بعد كده الاشكال الغير منتظمة بقى، اللي بيكون فيها كيرفات وانحناءات، وبتكون اشكال بيضاويه، اشكال فيها ليكويد كده، حاجات فيها انسيابيه اكتر، حاجات سائله كده، فبيديني برضو شكل جمالي في الديزاين. فدي برضو من ضمن الشيبس ومن ضمن الاليمنتس اللي بنستخدمها في الديزاين. زي ما شفنا برضو في اشكال بتبقى مستوحاه من الطبيعه، حاجات بتدل على او بنقدر نشوفها من الطبيعه، فبتدينا برضو ايحاءات وشكل جمالي وانطباعات كده كويسه، بتدي راحه وسرور وبنبقى مستمتعين واحنا شايفينها، وده بيكون بيعكس صوره كويسه جدا للمتلقي. الملمس وهو التكتشر، ان انا بستخدم تكتشر او ملمس في الديزاين بتاعي. لو انا عندي ديزاين بباك جراوند مثلا معينه، بدل ما يبقى سوليد ما فيهوش اي روح وما فيهوش اي حاجه كده وصم كده بالنسبه لي، لا انا بدي باك جراوند فيها تكتشر، فيها تاثير الملمس كده، اللي ما بتبقاش حاجه سوليد كده او حاجه صماء، لا بيكون فيها حركه وكده. زي طبعا اشهر حاجه اللي هو الورق المكرمش ده، او طبعا الحاجات اللي بنشوفها مثلا في الطبيعه قدامنا زي لحاء الخشب، زي الرخام، زي الحاجات اللي بتكون اهو بالنسبه لنا زي كده. ده بعدين مختلفين، في ملمس الخشب ده اللي هو بيكون بالشكل الجميل ده، وفي ملمس الرخام ده طبعا بيدي جماليه كويسه جدا للديزاين بتاعي، هنقدر نعرف ان احنا نستخدمه بشكل كويس جدا في التصميم. فده التكتشر. الفونتس وهي الخطوط، ودي حاجه مهمه جدا انا كديزاينر لازم اكون محترف فيها، ولازم اذاكرها كويس وابقى شاطر فيها، وابقى اتعرف الاول على الفرق ما بين الخطوط. لان طبعا انت لو بتكتب بالخط اللاتيني فانت عندك انواع من الخطوط، انواع كتير جدا. في السيرف، في السان سيرف، فلاب سيرف، في السكريبت الخط اللي بيكون زي الهاند ريتن، في الليتر، في البلاك، في غيرها من الفونتات وهنشوف مع بعض دلوقتي. وده مثال، جنب كل فونت، جنب كل نوع كده هتلاقي الكتابه اللي مكتوبه باللاتيني دي موضح فيها الخط السيرف شكله عامل ازاي. فانا عندي مثلا النوع الاولاني ده اللي هو السيرف، بيكون الخطوط بتاعته عباره عن نهايات فيها زياده كده، بتلاقي الخط من فوق او الفونت او الكلمه الحرف نفسه في زيادات كده من فوق او من تحت، بتلاقي فيه زياده في الحرف نفسها. لو خدتوا بالكم
بالكم هنا مكتوب في الاسم هتلاقي ياسر سامي مكتوبه الواي فيها ايه زي ما احنا شايفين كده زيادات من هنا كده، كل حرف هتلاقي فيه زيادات. طيب السانس سيرف، السانس سيرف ده او عكس السيرف، السانس سيرف يعني بدون زيادات، كلمه سيرف دي اللي بيكون فيها زيادات السانس سيرف. وطبعا السانس سيرف ده كان هو النوع اللي بيستخدموه زمان في الديزاينات، فهتلاقي دايما احنا لما بنشوف ديزاين فيه فونت مستخدم، وده طبعا بيقع فيه ناس كتير جدا من المصممين ان هو في البدايه بيستخدم السيرف، والديزاين اول ما بنشوفه بنعرف ان هو مستخدم اولد فونت يعني خط قديم، ده مش مودرن، ده خط قديم كده خلاص كلاسيك تمام، فبنقول له لا استخدم السانس سيرف افضل. وبرده على حسب البراند، لو انا بدي على حاجه لاكشري او حاجه فينتج او حاجه قديمه او حاجه عريقه، فممكن استخدم الايه الفونت القديم مفيش مشكله، وغيرها برده من الفونتات الثانيه اللي زي هنشوفها البلاك او الليتر او الكلام ده. فزي ما قلنا كده السانس سيرف ده بيكون الفونتات المودرن، تلاقي ابل مثلا مستخدمه السانس سيرف في فونتات زي في شركات زي سامسونج وغيرها من الشركات الجديده التكنولوجيا اللي شركات التكنولوجيا او غيرها من الشركات الجديده بتستخدم السانس سيرف. السانس سيرف ده بيكون زيادات بدون زيادات زي ما احنا شايفين كده في المثال اللي هنا. السلاب سيرف تبقى السلاب سيرف بيكون الفونت في سيرف في زيادات، بس الزيادات ديت سلاب يعني حاجه كده ايه سميكه شويه وبتكون حجمها كبير زي ما احنا شايفين في الجزئيه دي كده، فده اسمه السلاب سيرف. فبرضو انا ابقى عارف امتى استخدم السانس سيرف والسيرف والسلاب سيرف في الديزاين على حسب البراند اللي انا بشتغل فيه او الفيلد اللي انا شغال فيه. السكريبت طبعا ده اللي بيكون خط اشبه بالخط اليدوي، بالخط الايد، ده برضو نوع تاني من الخطوط. عشان كده معرفتي لانواع الخطوط بقدر امتى ابقى عارف امتى استخدم الفونت ده وامتى استخدم الفونت ده وامتى استخدم الفونت ده. في السانس سيرف مثلا اشهر الانواع الاوبن سانس، ده نوع مشهور جدا، الفيتشورا غيرها من الفونتات دي كلها اغلبها كده اللي عارف الفونتات دي هي دي السانس سيرف اللي بتكون بدون زيادات. طبعا الكلام ده بينطبق على الفونتات اللاتيني، فاحنا بنتكلم على الانجليش او الخط الانجليزي او الخط اللاتيني، لكن طبعا في العربي الموضوع ابسط من كده بكتير. البلاك ليتر طبعا زي ما احنا شفنا الفونتات اللي هي بتتكتب بيها مثلا الواشنطن تايمز، جريده الواشنطن تايمز هتلاقي فيه حاجات كده كتب مثلا عريقه او الكلام ده بيستخدمها البلاك ليتر ده، فده بيكون شكله بيبقى فيه ديكوريشن شويه، بيبقى فيه تزيين كده في الفونت، ده كانوا برضو بيستخدموه زمان. وزي ما قلنا على حسب البراند ممكن استخدم البلاك في المونو سبيس، فده اللي بيبقى مديني مسافه كبيره شويه او في مسافه ما بين الفونتات او بين الحروف وبعضها، وده مثال ليه. الهاند ريتن الخط المكتوب يدوي، ده زي السكريبت كده بس بيبقى خط يدوي اكتر، بيبقى بيديني ايحاء ان هو فعلا مكتوب بالايد، وده برده بيستخدم في لو انا حد بعمل بيرسونال براندنج مثلا بسوق لنفسي، فانا ممكن استخدم السكريبت او الهاند ريتن بحيث ان انا عايز اوصل للجمهور بتاعي بشكل كاجوال اكتر. الديكوريتيف دوت اللي بيكون فيه الفونت نفسه بيكون فيه ديكوريشن كده، بيبقى الخط نفسه او الفونت او الكلمه او الحروف بتاعتها فيها تزيين كده، فده مثال ليه برضو بيبقى بالشكل ده.